أهلا وسهلا فيكم بحلقة الأولى من بودكاست ذاكرة وهوية. اليوم رح نحكي عن موضوع له رمزية كبيرة وشعبية هائلة، مش بس عند الكرد بل كمان عند شعوب كتيرة بالمنطقة. عيد نوروز. بس يا ترى شو قصة هيدا العيد؟ وليش بيرتبط دايما باسم كاوا الحداد اللي انتصر على الملك الظالم وأشعل نيران إعلانا للحرية؟ هيدي القصة كلنا سمعناها. هل هي حقيقية ولا مجرد أسطورة شعبية؟ وإذا كانت أسطورة، شو علاقتها بأحداث تاريخية حقيقية مثل سقوط نينوى وانتهاء الإمبراطورية الآشورية؟ بهيدا الحلقة رح نغوص بالتفاصيل. رح نبلش من الأسطورة، من القصص اللي ربيت عليها الأجيال، وبعدين رح ننتقل للتاريخ الحقيقي، للثورات اللي قادها الميديون ضد الآشوريين، وكيف قدروا بالنهاية يأسقطوا واحدة من أشرس الإمبراطوريات ويبنوا إمبراطورية ميدية. وكمان رح نحكي عن أهمية النوروز كعيد ثقافي وقومي، وكيف استمر عبر الزمن، وشو معناها اليوم عند الكرد وشعوب تانية. فهيدا الحلقة مش بس عن عيد، هي عن تاريخ وهوية وذاكرة جماعية. خليكن معنا لنكتشف سوا القصة الحقيقية لنوروز. قصة كاوا الحداد في كتير اختلاف بين الروايات، طبعا كلها اختلاف في التفاصيل، لكن الجوهر والمضمون كلهم بيشبهوا بعض. أشهر وحدة موجودة منها كتيب صغير كتبها الفنان العظيم شوفان باروار، وفي نسخة صوتية بصوت شوفان على اليوتيوب. أما اليوم فأنا رح أحكي لكم قصة مثل ما سمعتها من أمي وقت ما كنت بعدني ولد صغير. جميع الكرد بيعرفوا القصة، لكن لازم أحكيها لأنه البودكاست بالعربي، فممكن يسمعها بعض أخوة العرب يلي ما عندهم فكرة. القصة كالتالي أصدقائي. من زمان ببلاد بعيدة مليانة جبال ووديان، كان في ملك ظالم اسمه دهاك. دهاك ما كان ملك عادي، كان بيقولوا إنه شيطان نفخ براسه وصار عنده أفاعي طالعة من كتافه، وهالأفاعي ما كانت بتسكت إلا إذا تغذت على أدمغة الشباب، وبعض الروايات بتقول أدمغة أطفال. المهم كل يوم كان لازم يضحي بشابين ليطعمي الأفاعي، وصارت الناس عايشة برعب وقهر. البلاد صارت كلها حزن، ما في ضحكة، ما في أمل، لحد ما إجا كاوا الحداد. كاوا كان حداد قوي بس قلبه أطيب من رغيف الخبز الساخن، وكان عنده أولاد مثل كل الأهالي اللي فقدوا أولادهم بسبب ظلم دهاك. يوم من الأيام قرر كاوا إنه ما عاد في مجال للسكوت، حط المطرقة بإيده وقرر يقاوم. يا جماعة قبل ما أكمل القصة انتبهوا لهيدا النقطة. القصص وحكايات الشعبية الشفهية سهل جدا ووارد جدا ومؤكد أنه تتعدل وتنضاف بهارات وتنتسى منها أجزاء، وبعد فترة ممكن يكون قصة تانية خالص. المهم نكمل. جمع كاوا الناس حواليه وصار يحكي لهم عن الظلم اللي عايشين فيه، عن الأمل اللي بينداس كل يوم، وقال لهم خلص اليوم يوم حرية. وبالفعل لما اجتمع الناس وهاجموا قصر دهاك، كاوا كان بالأول بمطرقته حطم الظلم وضرب الملك الشرير وقتله. انطفى الأفاعي وانكسر الخوف. رفع كاوا راية النصر وعلامة إنه عصر جديد بلش. أشعلوا النيران على قمم الجبال وصاروا يرقصوا ويغنوا. هيدي كانت أول ليلة نوروز اللي معناها يوم جديد، ومن وقتها صاروا كل سنة بهالوقت يشعلوا النيران تيتذكروا إنه الحرية ما بتجي إلا بالنضال.
أول توثيق لقصة كاوى الحداد إجا بكتاب شاهنامة، الملحمة الفارسية اللي كتبها الشاعر فردوسي بالقرن العاشر الميلادي. وقت نقول أول ذكر لحكاية كاوى الحداد كان بالشاهنامة، بيطلع سؤال بوجهنا: طيب من وين جابها فردوسي؟ أخذها من قصص شعبية كردية، ولا من حكايات فارسية قديمة، أو اخترعها من راسه، ولا أخذها وغير شوي بالأحداث والأسماء؟ الاحتمال الأقوى أنه الفردوسي ما اخترعها، بل أخذها من قصة شعبية ممكن تكون كردية وعدل عليها لتناسب الرواية القومية الفارسية. هون بيوصلنا لسؤال تاني: ليش نحن الأكراد بنتبناها؟ هل كانت موجودة قبل فردوسي؟ ممكن، بس ما عنا نصوص قديمة بتثبت ذلك. هل كان في نسخة كردية مختلفة؟ وارد كتير، بس ضاعت أو انمحت مع الزمن. إن لزقت فينا قصة فردوسي بعدين، احتمال كبير، خصوصي إنه الشاهنامة انتشرت وصارت مصدر رئيسي للتاريخ والأساطير بالمنطقة. أهم نقطة: الموضوع مفتوح لكل الاحتمالات إلا احتمال واحد مستحيل يكون صحيح، إنه قصة كاوى حداد مثل ما بنعرفها اليوم تكون صحيحة وإنها سبب فعلي لعيد نوروز. هيدي القصة بتنتقل من جيل لجيل وبتتروى للأطفال بطريقة قصصية. بس ليش؟ أول شي لأنها حكاية بطولية بتجمع بين الخير والشر وبين النضال والانتصار. الأطفال بيتعلموا منها قيم مثل الشجاعة، المقاومة والحرية. كمان كاوى الحداد بيمثل الإنسان العادي البسيط اللي قدر يغير مجرى التاريخ، وهيدي الفكرة بتعطي أمل لأي حدا بيسمعها. القصة انتشرت مش بس عند الكرد على فكرة، بل كمان عند الفرس وشعوب تانية، لأنها بتمثل فكرة الكفاح ضد الظلم، وهيدا موضوع إنساني بيقدر يتواصل معه أي حدا. خليني أتوقف هون لحظة ونحكي ملاحظة كتير مهمة. أنا ما عندي مشكلة مع حكاية كاوى الحداد كقصة رمزية، وبغض النظر إذا كانت شخصية كاوى حقيقية أو رمزية فهيدا أمر طبيعي بالأساطير. بس في نقطة غريبة استوقفني: ليه الشرير بالقصة اسمه دهاك؟ بالواقع ما كان في ملك آشوري اسمه دهاك؟ القصة رمزية وهذا الشيء واضح، بس المشكلة هي باسم دهاك تحديداً. ركزوا معي لأنه القصص فايد ببعضها، أتمنى أقدر أشرحها. إذا منرجع للتاريخ منلاقي أنه عنا شخص اسمه ديوك أو دياكو. مين هذا الشخص؟ صراحة مش واضح بالضبط وفي عدة فرضيات، لكن أقرب شيء بيقولوا أنه كان حداد وبيشتغل بالحديد، وهو أول من تمرد ضد جنود الآشور بسبب ظلم طبعا. وبيقولوا أنه قضى 9 سنوات عم بيلف ويدور وعم بيحاول يوحد عشائر وقبائل ميدية، وهو أول ملك ميديا، يعني هو موحد قبائل وعشائر ميدية ومؤسس وأول ملك ميدي. معقول يكون اسم دهاك جاي من اسم ديوك أو دياغو؟ فرضية تانية عن مصدر اسم دهاك بيقول أزدهاك كان ملك ميدي، وهو آخر ملوك الميديين اللي حكم قبل ما الفرس يسيطروا على ميديا. وأزدهاك هيدا ملك ميدي مش ملك أشوري، فكيف صار اسمه مرتبط بشخصية الشرير بالقصة؟ شو سبب يلي خلى الحكواتية يسموا الملك الطاغية بهيدا الاسم بالذات؟ بغض النظر إذا اسم دهاك بالقصة جاي من ديوك أول ملك ميدي ولا جاي من أزدهاك آخر ملك ميدي، بصراحة ما بعرف جواب الدقيق لهذا السؤال. يمكن يكون صدفة أو تشابه أسماء أو في تداخل بأساطير مختلفة، أو يمكن يكون في سبب سياسي أو ثقافي وراء هيدا التسمية. بس الأكيد أنه الدهاك مش اسم ملك الآشوري الظالم، لأنه وقت سقوط نينواه ملك آشوري كان اسمه سين شر إشكون.
معلومة على الهامش، في تفسير بتقول التالي: إنه اسم دهاك نفسه اسم أزدهاك. أزدا ببداية هو إله عند الإيزيديين بالديانة الكرد القديمة، مثل أزدشير يعني أسد الله، مثل لما بالعربي منقول عبد الله، أسد الله، سيف الله. أصدقائي، هيدا مجرد تحليل، ما لقيت مرجع موثق اعتمد عليه، وجب التنويه. أما اسم كاوا بالقصة فممكن كمان يكون مزيف وجاي من اسم كورش أول ملك فارسي، بس أنا برجح أنه كاوا الحداد هو كي خسرو أو كياسار، وهو حفيد لمؤسس ميديا وموحد قبائل ميديا وأول متمرد ضد آشور هيسنكار دياغو. كي خسرو هو حفيد دياغو الحداد، وهو من أسقط نينوى، ورح نكمل بهيدا النقطة بعد شوي. معقول جدا يكون قصة كاوا الحداد تم تلاعب فيها من قبل الفرس باعتبارهم هن حكموا بعد ميديين، وهذا الشيء مش غريب عنهم أبدا. ما تنسوا بأول القصة ذكرت لكم أنه أول ذكر لقصة كاوا الحداد كان بكتاب شهنامة اللي كتبه الفردوسي وهو فارسي. تزييف التاريخ مش بعيد أبدا عن الفرس والترك والآشوريين والعرب. تزييف تاريخنا على إيدهم شيء مش بالعقل. بكل أحوال ما بعرف، لهيك إذا حدا عنده تفسير أو بيعرف المصدر لهذا الموضوع يكتب بالتعليقات، وإذا بتعرفوا حدا عنده إلمام بالتاريخ ابعتوله الحلقة وخليه يعطينا رأيه، ومشكورين سلفا. نرجع لنكمل الموضوع. بمرور الزمن تحولت القصة من حكاية شعبية لتقليد سنوي. ليش؟ لأنه الشعوب وقت بدها تحافظ على هويتها وثقافتها بتستخدم القصص والرموز، وكاوا الحداد صار رمز للمقاومة والحرية، وصار نوروز مش بس عيد، صار ذكرى للحرية والانتصار على الظلم. قبل ما ننهي أسطورة كاوا بدي أرجع أسأل لآخر مرة: هل هيدا القصة الحقيقية؟ وهل كاوا كان موجود عن جد؟ هل قصة خيالية أم تجسيد ورمزية لشخصيات ووقائع تاريخية حقيقية؟ كملوا معي تنكتشف سوا الحقيقة التاريخية ونتعرف على الثورات الميدية اللي غيرت وجه المنطقة. خليك معي. هلق بعد ما سمعنا قصة كاوا الحداد يمكن عم تسألوا إذا هيدا أسطورة، طيب شو القصة الحقيقية؟ القصة الحقيقية بتبلش مع الميديين. طيب مين هن الميديين؟ قبل ما نبلش القصة الحقيقية حابب نوه إنه فترة يلي بدنا نحكي عنه هي فترة مثيرة للإعجاب من تاريخ ميزوبوتاميا. تاريخ جدا فيها أحداث كبيرة وفيها تفاصيل وقصص كتيرة، وصعب نختزله بحلقة واحدة، لأنه حرفيا في مئات الكتب عن هيدا الفترة بالذات، وحقيقة ماني عرفان من وين رح بلش، ولكن رح حاول قدر الإمكان أحكي بالعموم وما فوت بالتفاصيل والتشعبات، ورح ركز فقط على النقاط يلي بلزمنا في موضوع يلي عم نحكي فيه. بكل أحوال هيدا الفترة بالذات يعني عم نحكي عن نهاية حكم آشور وسقوطها وبداية إمبراطورية ميدية الكردية. هاي فترة غنية جدا وممتعة جدا لمن يريد خوض في تجربة قراءة هذا التاريخ. بوعدك رح تغير نظرتك للحاضر في شرق الأوسط، وما رح تندم على كل دقيقة اللي رح تخصصها لهيدا الموضوع. نرجع. الميديين هن شعب قديم عاشوا ببلاد اسمها ميديا، اللي هي تقريبا جغرافية كردستان اليوم. مش قصدي على كردستان بعراق، إنما بقصد جغرافية كردستان كاملة ومناطق جغرافية أبعد منها. دور بجوجل عن خريطة إمبراطورية ميدية لتتوضح عندك الصورة رجاء. الميديين في زمن إمبراطورية الآشورية كانوا قبائل متفرقة، بس كان عندهم لغة ودين مشترك، وهيدا اللي وحد هويتهم. كانوا شعب مقاتل وشجاع وما كانوا يخضعوا بسهولة. باختصار
هم أجدادنا، أجداد الكرد. الإمبراطورية الآشورية كانت واحدة من أشرس الإمبراطوريات بالتاريخ، وعاصمتها نينوى. كانوا معروفين بالقسوة والاستبداد، كل ما يحتلوا بلد يقتلوا الرجال ويخطفوا النسوان والأطفال ويحرقوا المدن، ما كانوا يتركوا أثر للحياة. الميديين عاشوا تحت حكم آشوريين لفترة طويلة وتعرضوا للقمع والاضطهاد. كانوا مجبرين يدفعوا الجزية ويخدموا الجيش الآشوري، وكتير منهم اتشردوا وتوزعوا ببلاد بعيدة. الميديين ما ركعوا، صار في محاولات التمرد كتيرة وما كانوا يهدوا. بلش التمرد من دياغو يلي تمرد ووحد قبائل ميدية وأسس ميديا، حتى حفيده كياسار أو كي خسرو. يعني شغلة مش حداد أخذ مطرقة وخبطها براس واحد ظالم، إنما هي ثورات ضد أشرس وأعتى إمبراطورية. عم نحكي عن أجيال من الثورات هون. كانوا بيعملوا غارات على حاميات الآشورية ويحاولوا يقطعوا طرق تجارية. حاولوا يتوحدوا أكثر من مرة، بس الآشوريين كانوا أقوى منهم. الثورات كانت بتقوم وبتنقمع، بس الميديين ما استسلموا. عايشين بجبال وعرة ومتمسكين بأرضهم وهويتهم. هيدي الثورات استمرت لعقود طويلة مثل ما حكينا من شوي، والآشوريين ما قدروا يقمعوها بالكامل رغم كل وحشيتهم. هيدي كانت لمحة عن شعب مقاوم ما رضخ للظلم، وكانت عيونه دايما على الحرية. هدول هن الميديين، أجداد الكرد. شو صار بعدين؟ الميديين ما كانوا لحالهم بهيدا الصراع، كان في شعوب تانية مضطهدة من الآشوريين مثل البابليين، وهون بلش التفكير بالتحالفات. الميديين كانوا عم بيقاوموا الآشوريين لعقود طويلة، بس لحالهم ما كانوا يقدروا يواجهوا هالإمبراطورية القوية. هون بيظهر اسم كياسر أو كي خسر أو قيصر أو كياخسار اللي هو كاوا. يعني حسب كل لغة وشعب لفظها بطريقة مختلفة. أنا ما بعرف كيف تنلفظ صراحة، لكن رح استعمل لفظ كي خسرو، الملك اللي غير مجرى التاريخ. كي خسر ما كان ملك عادي، كان قائد ذكي وسياسي شاطر. فهم انه ما في مجال يربح بهالمعركة لحاله، فراح يدور على حلفاء. بهالوقت كانت بابل كمان مضطهدة من الآشوريين، وكان ملكها نبو بولاصر عم بيفكر بالتمرد. اتفق كي خسر ونبو بولاصر على التحالف، وصار في مصاهرة لتوطيد هيدا التحالف، حيث انه ملك بابلي نبو بولاصر اخذ ابنة كي خسرو لابنه نبو خزنصر الثاني. والحدائق المعلقة اللي بينسبوها لبابل بيقولوا انه نبوخذ نصر بناها كرمال مرته أميت الميدية تيخفف عنها الغربة عن جبال ميديا اللي كانت متعودة عليها. يعني كمان ضموا معهم في التحالف كمان السكيثين اللي كانوا محاربين أشداء من الشمال، وشعوب وقبائل أخرى في المنطقة اللي حواليهم مثل كيماريون والإيلاميون. هيدا التحالف ما كان بس عسكري، كان كمان استراتيجي، لأنه جمعت قوى من كل الجهات ضد الآشوريين. سنة 612 قبل ميلاد بلش الحصار على نينوى عاصمة آشوريين. كانت مدينة منيعة بأسوار عالية وقوية، بس التحالف كان مصمم أنه يأسقطها. الحصار كان طويل والمعارك كانت شرسة جدا. بعد شهور من القتال
انهارت أسوار نينوى ودخلوا الحلفاء على المدينة وسقطت إمبراطورية الآشورية. بسقوط نينوى أشعلوا النيران فوق القلعة وفوق قمم جبال تيكون إعلان عن نصر، مثل إشارة يعني. الآشوريين فقدوا كل سلطتهم ومناطقهم انقسمت بين الميديين والبابليين. كي خسر أسس إمبراطورية ميدية وصارت ميديا قوة عظمى بالمنطقة. صاروا الميديين أسياد الجبال والهضاب، بعد ما كانوا شعوب مقموعة صاروا إمبراطورية. هلا ليش هيدا الحدث مهم إلنا نحن ككرد؟ لأنه الميديين بيعتبروا أجدادنا، أجداد الكرد، وانتصارهم كان رمز للحرية والتخلص من القمع. هيدا اللحظة التاريخية علمت بذاكرتنا الجماعية وصارت جزء من هويتنا. ولأنه كاوا الحداد بيرمز للثورة وربطوا بينه وبين انتصار الميديين، صار نوروز بالنسبة للكرد مش بس عيد ربيع، صار عيد للحرية والاستقلال. إشعال النيران بجبال صار رمز لاستمرار هيدا الشعلة، شعلة المقاومة والحرية. هون بتخلص قصة سقوط نينوى، لحظة تاريخية غيرت وجه المنطقة وخلت ميديين من شعب مقهور لإمبراطورية. نحن الكرد مجرد ما حدا يسألنا عن قصة نوروز دغري منحكي له حكاية كاوا الحداد والملك الظالم، منحكي عن أفاعي اللي كانت تغذى على أدمغة أطفال مدري الشباب، وعن الثورة اللي أشعلها كاوا بالنار بلا 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 إلى آخره. القصة الحقيقية أكبر بكتير. نوروز هو رمز لأعظم ثورة ضد أشرس إمبراطورية عرفها التاريخ القديم، الإمبراطورية الآشورية. كانت تحكم بقبضة من الحديد، بالقمع والوحشية. كانت تفرض سيطرتها على شعوب كتيرة ومن ضمنها ميديون أجدادنا. الثورات ما كانت بيوم وليلة ولا مجرد تمرد بسيط، بل كانت عقود طويلة من المقاومة والحروب والمعارك حتى وصلنا للحظة الحاسمة اللي هي حصار نينوى. الميديون بقيادة ملك كي خسرو اتحالفوا مع بابليين وشعوب كتيرة وحاصروا نينوى لشهور طويلة، حتى سقطت نينوى سنة 612 قبل الميلاد. وانتهت إمبراطورية الآشورية إلى الأبد، وولدت إمبراطورية ميدية اللي امتدت حدودها من غرب إيران لشرق تركيا وشمال العراق وسوريا لأجزاء كبيرة من أفغانستان. بس هون بدي وضح شغلة مهمة. أنا بكن كل الحب والاحترام للشعب الآشوري العظيم، وما بحب حدا يتحسس من هيدا الكلام، لأنه عم نحكي تاريخ قديم، أحداث صارت قبل 2600 سنة. ومن الضروري نذكر أنه الحكم الآشوري وقتها ما كان ظالم بس على الشعب دون غيره، حتى الشعب الآشوري نفسه كان يعاني من استبداد والبطش. الحكم الآشوري خصوصا في المرحلة الأخيرة كان قائم على نظام عسكري صارم وتوسعي، وكانت إدارة الآشورية تعتمد على القوة والقمع لضبط الشعوب الخاضعة لها بما فيهم الآشوريين. الشعب الآشوري نفسه لم يكن دائما مستفيد من هيدا النظام، بل كان يعاني من ضرائب ثقيلة والتجنيد الإجباري ومن قمع أي معارضة داخلية. ويمكن هيدا كان واحد من أهم الأسباب يلي خلت ثورة تنجح وسقوط نينوى يصير ممكن. ما كان في عدل داخلي، وما كان في رضا وسلام بين شعوب تحت حكم الآشوري، وهيدا الشيء أدى إلى انهيار إمبراطورية. طيب، طالما في تاريخ حقيقي، ليش في شيء اسمه حكاية كاوا الحداد الرمزية البسيطة يلي بتشبه قصص أطفال قبل النوم؟ ببساطة نحن الكرد من زمان منحول الأحداث التاريخية العظيمة لحكايات شعبية وأغاني شفهية تنتقل من جيل لجيل، مشان تضل ذاكرتنا حية، سواء كانت ثورات، قادة، أحداث عظيمة، كلها صارت قصص يتغنى فيها الناس. في أمثلة كتيرة على هذا الشيء بس ما راح أذكرها، بدي أكل أنتوا تكتبوها بالتعليقات.
لهيك إذا حدا سألنا عن نوروز حاج نحكي له حكايات قبل النوم انعملت للأطفال. خلينا نقرأ تاريخنا، خلينا نفهمه ونحكي القصة الحقيقية. نوروز هو انتصار على الظلم ويوم جديد بتاريخنا الطويل. نوروز العيد اللي بلش كنصر على الطغيان واستمر عبر العصور رغم تعاقب إمبراطوريات وتغيير الحدود. بس كيف قدر يبقى لهلأ؟ نوروز أكثر من مجرد احتفال، هو رمز للحرية، للهوية، وللتجدد. نحن الكرد تمسكنا فيه لأنه بتذكرنا بانتصار أجدادنا الميديين، وبأنه الشعوب الحرة ما بتنقهر. حتى وقت مرينا بفترات قمع واضطهاد تمسكنا بعيدنا، وكان بالنسبة لنا فعل مقاومة. رغم أنه إمبراطوريات اتعاقبت مثل الفرس والساسانيين وبعدهم الأمويين والعباسيين والعثمانيين، ما قدر حدا يمحي نوروز من ذاكرة الكرد. حتى وقت حاولوا يمنعوا الاحتفالات كانت الناس تحتفل بالسر، لأنه نوروز صار جزء من الهوية مش بس مناسبة سنوية. هلأ نوروز ما اقتصر على الكرد، كمان الفرس وغير شعوب تبنوه، وهون بيجي دور الزردشتية، الديانة القديمة اللي انتشر بين الميديين والفرس. زردشتية بتحتفل بالطبيعة والنور، وبتعتبر نوروز عيد التجدد والبعث، لأنه بيجي بأول يوم بالربيع وهو رأس السنة في تقويم الزردشتي والكردي وتقويم بابلي والأرمني وحتى الأشوري، وقت اللي بتتفتح الأزهار وبتقوم الحياة من جديد. عند الزردشتيين النور بيرمز للخير والحياة، وحتى في صلاتهم بيتوجهوا إلى النار، وكرمال هيك إشعال النار صار جزء أساسي من نوروز. نار بتمثل النور، الأمل والانتصار على الظلام، وهيك ترسخ نوروز كعيد للربيع، للتجدد وللحياة الجديدة. هلأ كيف بيحتفلوا بنوروز اليوم؟ إشعال النيران على الجبال هي أقدم وأهم عادة. النار بتضوي على قمم الجبال مثل ما عمل كاوا حداد، وبتجمع الناس حواليها للرقص والغناء. النار هون بتمثل شعلة الحرية اللي ما بتنطفي. الكرد بيلبسوا ألوان زاهية تقليدية وبيرقصوا دبكات كردية حوالين النيران. هيدي رقصة جماعية بتعبر عن الوحدة والقوة. الموسيقى الكردية بتكون حاضرة بقوة، وأكثر الأغاني بتكون عن الحرية والمقاومة، وبتحكي عن الأجداد والانتصارات القديمة. نوروز ما بقى بس عيد ربيع، صار رمز سياسي وقومي للكرد. نوروز هو يوم بيرمز لهويتهم، لمقاومتهم للقمع ولتمسكهم بحقهم بتقرير مصيرهم. بكردستان العراق نوروز يوم عطلة رسمية وعيد قومي. بتركيا وإيران وسوريا رغم أنه ممنوع أحيانا، بس الكرد بيحتفلوا فيه كرمز للمقاومة والتمسك بالهوية. نوروز بهالطريقة صارت أكثر من عيد، صار ذكرى نصر والتأكيد على الهوية والصمود بوجه الاضطهاد. قبل ما نختم لازم نحكي بصراحة ووضوح. بعد كل اللي حكيناه صار واضح انه نوروز مش مجرد احتفال، بل انتصار على اقوى امبراطورية بذاك الوقت. وهذا الانتصار ما كان ليصير الا باتحاد وتحالف. بس اليوم خلينا نكون واقعيين، نحن الكرد بالطريقة اللي عم نحتفل بهذا العيد عم نخون جوهر بدل ما نجسده. ميديا ما كانت رح تنهض وآشور ما كانت رح تسقط لو كل قبيلة اتمسكت بنفسها ورفضت تتوحد. بس اليوم كل حزب عامل نوروزه الخاص، كل طرف عامل مهرجانه الخاص،
وكل الناس ماشي ورا راية الحزب مش ورا راية القضية. كأنه نوروز صار مناسبة استعراضية بدل ما يكون رسالة تحرر ووحدة. لازم نفيق بقى، لازم نفهم انه نحن بعدنا شعب مضطهد، بعدنا شعب مقموع ومحروم من ابسط حقوقه. الميديين كان عندهم عدو واحد، آشور، اما نحن عنا 4 قوى مستبدة عم تحكمنا بقبضة من الحديد، وكل واحد منهم اشرس واخطر من الآشور. فرقهم عنا انه هن متحدين بوجهنا ونحن متفرقين بوجههم. فوق كل هالظلم المصيبة انه بعدنا غافلين متمسكين بالقشور وناسين الجوهر. منحتفل بالنوروز بس ما منطبق روحها، وهذا هو الفشل الحقيقي. هيك منكون وصلنا لنهاية رحلتنا مع قصة نوروز، بين الأسطورة والتاريخ، بين كاوا الحداد اللي صار رمز للحرية، وبين الميديين اللي كتبوا بدمهم صفحة جديدة بتاريخ ميزوبوتاميا. بالحلقة هيدي حاولنا نفرق بين أسطورة اللي فيها خيال ورمزية، وبين تاريخ حقيقي اللي كان مليان نضال وثورات. كاوا حداد يمكن ما يكون شخصية حقيقية، بس الروح اللي بيمثلها الأسطورة هي روح حقيقية، روح المقاومة. ومن هون بنفهم كيف صارت هيدي القصة جزء من الهوية، كيف صار نوروز أكثر من مجرد عيد، صارت ذكرى للحرية والانتصار. بس القصة ما بتوقف هون، في سؤال أهم لازم نسأله: كيف فينا نقرأ تاريخ بوعي؟ كيف ما نترك الأساطير تعمينا عن الحقائق، وبنفس الوقت ما نفقد سحر الرموز اللي بتجمعنا كأمة؟ نوروز بالنسبة للكرد مش بس احتفال، هو إعلان هوية، هو تذكير بأنه الحرية بتنبنى على التضحيات. بس كمان نوروز بتحتفل فيه شعوب تانية، كل واحد بيشوف فيه معنى مختلف. هون بيجي سؤال لألك: شو يعني نوروز بالنسبة لألك؟ حرية؟ تجدد؟ أمل؟ أو يمكن مجرد عيد ربيع؟ فكروا فيها، لأنه قراءة التاريخ بتخلينا نفهم حالنا أكتر، وبتخلينا نختار كيف بدنا نكمل القصة. وقبل ما نختم بدي أشكر كل حدا سمع الحلقة للآخر. هيدي كانت حلقة الأولى من بودكاست ذاكرة وهوية. بشوفكم بحلقة الجاية، وبترككم مع مقولة بتقول: التاريخ ما بتنكتب مرة واحدة، التاريخ بنكتبه نحن كل يوم. شكرا للاستماع، وما تنسوا تشاركونا آراءكم وأسئلتكم، لأنه مع كل رأي بصير في فهم أعمق، ومع كل سؤال في حكاية جديدة بتنولد. سلام.